ومين ما بيعرف الكعكة الطرابلسية؟ أول حلا الأمانة شغل أنا ما اشتغلت فيها، بس أنا معلم مخبوزات ومناقيش ومعجنات. قصتها مبينة واضحة وبسيطة ومبينة. عجينة مناقيش عادية عجينتها طبيعي، العجينة بتكون جامدة ماسكة حالها شوي، منا رخوة العجينة. موجودة طريقة تحضيرها على صفحتنا. بالنسبة للسرة، وين سرة بيجي؟ سرة بموضوع الرياحة. في الصغيرة يلي بدنا نعملها رغيف بتيجي مفتوحة، ما في داعي للرياحة الطويلة لإلها، مباشرة بس تجمع شوية غازات لتفصل بين الطبقتين نخبزها بتفتح معنا، يعني شغلة ربع ساعة نص ساعة حسب مستوى التخمير. أما هيدي اللي بتيجي كبير سميكة وبينقشوها حتى ما تفتح، تيجي منقشة. وين مبينة منقشة؟ هيدي لازم ترتاح فترة طويلة على الألواح لتجمع هواء حتى ما عاد تفتح معنا مثل الرغيف. مع انه المفروض اذا شاطر الخباز وعم مريحها مزبوط على الالواح ما لازم تفتح معه رغيف، حب اذا كانت العجينة مخمرة ومرتاحة بشكل جيد واخذت حقها على الالواح. ولكن من باب الاحتياطي بيقدر الواحد ينقشها، بننقشها 4. بيبقى موضوع السمسم، صايرين عم بيقللوا سمسم الصغار على الغلا. السمسم يلي بيخليه بيلزق، اول شيء العجينة بدها تكون رطبة، ثاني شيء السمسم بده مادة تخليه يلزق، يعني بده ينقع فترة طويلة عدة ساعات او ليلة بالماء، وبنضاف له شيء مثل اي شيء بيلزق، يعني او قطر او دبس او عسل، كل واحد هو وامكانياته. يعني اذا حدا حاطط له شيء نص كيلو سمسم بيحط له شيء معلقتين 3 دبس او قطر او شيء بيلزقوا بيه. وهيدا ابو علي دمج. لا الحكي مش مزبوط. رحمة بيك عم تحكي مزبوط. هذا المعلم 99. حبيب ابو علي عراسي. انا خباز ال 99. ما تنسى المتابعة والاعجاب ومشاركة الفيديو.